عمر عنده مطعم صغير، واحمد صاحبه عنده ويب سايت بيبيع عليه منتجات تجميل. عمر بيعمل اعلانات في الجرايد وبيوزع فلايرز، احمد بيركز على الاعلانات المموله في السوشيال ميديا. مين فيهم الصح؟ الحقيقه ان كل طريقه ليها استخدامها على حسب البيزنس وعلى حسب الجمهور المستهدف. يعني التسويق التقليدي اللي هو مثلا اعلانات في تلفزيون او راديو وجرايد وفلايرز ولوحات في الشوارع مناسب اكتر للشركات الكبيره او البيزنس اللي بيستهدف جمهور محلي، والجمهور ده في نفس الوقت مش نشط اونلاين. مشكلته انه غالي وصعب انك تقيس تاثيره بدقه عاليه. طب تستخدمه امتى؟ تستخدمه لو بتسوق لمنتجات او خدمات لجمهور ما بيتفاعلش اونلاين، زي فكره المطاعم اللي في المناطق الشعبيه او العيادات او الورش الفنيه. اما بقى التسويق الالكتروني بيبقى عباره عن اعلانات سوشيال ميديا، او انك تحسن محركات البحث، او انك تسوق بالبريد الالكتروني، او التسويق بالمحتوى. وده بيكون اقل تكلفه من التقليدي، وتقدر تقيس نتائجه بكل سهوله، وبيتيح لك انك تستهدف استهداف دقيق جدا للجمهور اللي مهتم بالمنتج بتاعك. طب تستخدمه امتى؟ لو بتسوق لمنتج او خدمه لجمهور موجود اونلاين، زي التجاره الالكترونيه، الكورسات، المنتجات الرقميه. من الاخر مش لازم تختار واحد بس، الذكاء انك تقدر تستخدم النوعين مع بعض حسب طبيعه جمهورك والبيزنس بتاعك.